والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الأفاضل، نستمر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة. قلنا في الجمعة الماضية حصل ما حصل، المفاوضات لم ينفع، فأراد المشركون أن يعملوا شيئا آخر. حاولوا أن يستفيدوا من الأفكار الدينية حتى يحاربوا الرسول. ذهبوا إلى المدينة. في المدينة أو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الديانة المسيحية كانت ضعيفة في الجزيرة العربية، عدد قليل جدا الناس دخلوا في الدين المسيحي، ولكن اليهود كانوا هناك قبائل يهودية في المدينة المنورة موجودين. ذهب مشركو مكة إلى المدينة حتى يستفيدوا منهم بعض الأفكار ليحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم. سنقول هذه الكلمات كذلك ونذهب إلى آخر المراحل لمحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم. حفتا چیمە بحث کرد مەگۆ کافرە دەست پێکردن دیالۆغێکی پێغەمبەرە چێتن خەبەر دەدەن بەلکی نەرمە بە فایدەوی نەدا تشتێکی دیکردن گۆ ئیجا ئەم بفکر بإيمان پێرە شار بکن. فکر ئەماژی چ بوو؟ لە مەکێ نە یەهودی هەبوو نە خریستیانتە نەبوون. حتى دناوا عربادا ام بيجن جراد بيجن جزيرة العربية بتركيز بين عرب يارم آداسي دوان دردا مسيحي تنبو بلكي بينش حبون يدي حبون تنبون يعني. فقط هينكي قبيلة يهودية هاتبون مدينة. مشرك مكة كافر مكة زانبون يهودي أهل الدين كتابا وان هي وخوي ام بيجن كتابك عثماني پیغمبر وان هي هناك ظلام اشتاندن گو جهرن ونشد كارن آلي كاريا ما بكن جبوني ام بمحمد راشار بكن، يعني بفكر امبيرا مجادله بكن هدفه نوك ام تماشاكن جا محمد پیغمبره، يعني هدف نابه، يعني هدفه ناس کرنا حقیقت نبو، هدفه دغه ام چوا پیرا شر بكن برا دلیل کی مرا بيجن فكره کی بدن ما عقله کی بدن ما بفي عقله ام چوا دقال محمد شر بكن ام بسركبن، يعني هدفه نبو وظلامك يخشاندن ام انا بيجن شكرن. ارسلوا رجلين الى المدينه حتى ياخذوا منهم بعض الافكار لمحاربه الاسلام. فاليهود طلبوا منهم، تكلموا عن محمد، عن أهله، أسرته، حياته، أوصافه، قالوا الجميع. قال اليهود لهم اسألوه عن ثلاثة أمور. هناك شباب في التاريخ حصل لهم ما حصل، نحن نعلم أصحاب الكهف، قال اسألوه ماذا يقول. وكذلك قالوا هناك رجل طواف في الأرض ذهب إلى المشرق والمغرب، اسأل ماذا يعلموه، ماذا يعلم عنه عن هذا الشخص. وكذلك اسألوه عن الروح ماذا يقول. إذا أجابهم على هذه الأسئلة، إذا أجاب على الاثنين والثالثة قال الله أعلم فهو النبي، ولكن إذا لم يرد إذن هو ليس بالنبي، افعلوا معه ما شئتم، لأنهم يعلمون هذه الأمور لا يعلمها إلا النبي. لا يمكن لأحد أن يعلم ماذا حصل في التاريخ، وخصوصا لم يكن هناك شيء مكتوب إلا بوحي من الله عز وجل. قالوا لو يعلم فهو النبي، إذا لم يعلم ليس بالنبي. فسألوه عن هذه الأمور الثلاثة. كافرة ذهب ظلامة وخشاندن وان يهودية جيب عاقلن قوجا مرة بيجا محمد كيه محمد أفا شكلي وي آخفتنا وي عائلة وي حياة وي قودا تشتيك مود بيجن يكي وهاي سي سؤالة جايبكن جيرا بيجن كان حب جحيل جوان جينج هبون التاريخ دا تشتكيات يسريوان أصحاب الكهفن وان جينجي هاني جاد بجد شيء ظلامك هي هيك الدنيا قرية شرق وغرب شيء. جرب زماني أنا تبجن إسكندر ذي القرنين، يعني ويسألونك عن ذي القرنين، القرآن تبى ذي القرنين هيك تبجن إسكندر ذي القرنين، يعني أبيك شارو هلات ورؤافة قرية وجرب بجن رح يا رح جو أجركو جواب ودا وان ظلامك شكاسن زانبه أو ظلامك قرية شكاسن ويش زانبه وج اوا سیارش بجا خدا زانه تشتک نزانم او پیغمبر رب بزانبن، اما اگر کو تشتکی نزان به پیغمبر نو چتکم سربستن اوانا جهاتن وان لرت تشتا ش پیغمبر سوال کرن علیه الصلاه و السلام لو را یهودی زانن اف تشتکی تاریخیه رح تشتکی علم خدایه ابدن تاریخا کا کبنه ولا عربا نخوندی کتاب وان داتنن اگر کو محمد بیا زانبه دمکی خدا جرا گوتیه کو نزان بهش خون نه پیغمبر خدایه وانا بیتشت زانبون هاتنش پیغمبر سؤال کرن. طيب حصل هناك شيء ملفت للنظر. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سألوه قال سأقول غدا الجواب، أقول لكم غدا، ولكن لم يقل إن شاء الله. فالله عز وجل عاتبه وأخر عليه الوحي عدة أيام، لذلك
الله عز وجل يقول ولا تقول لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، أي قل دائما إن شاء الله. فالرسول لم يقل إن شاء الله، قال سأقول لكم الجواب غدا، ولم يقل إن شاء الله. فالله قال لا تقل هكذا، مرة أخرى قل إن شاء الله. فبعد عدة أيام أتى الجواب من الله عز وجل: أصحاب الكهف وذي القرنين وكذلك ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الأجوبة الثلاثة صحيحة، فازداد الكفار عنادا وظلما وتجبرا أمام صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. تشتكي غريب چه بو؟ تشتكي غريب چه يهودية دما كوفي خبرشان كافرات پیغمبر اگو پیغمبر جگو از صبح جوارا بیجم صبح. فقط پیغمبر تشتكيش بير واكر نگو ان شاء الله، نگو خدا بیجه هره از صبح. بكردي هم ان شاء الله معنی بكردي خدا بیجه هره، يعني خدا کو ایزن بده. خدا تقریبا 10-15 روزه وحی درنگ خست، جوابش پیغمبر رانات. پیغمبر کافر دوی که محمد چواه جوابتنه حتی خدا دا آیت کشان گجاره کادیش تشتکی را نبیجه از اواب کم الا گرت بیجه خدا بیجه هره انشاءالله گرت بیجه کتنگو انشاءالله چه نابه الا ایشاء الله. بلک پیغمبر نگوت بی انشاءالله خدا درسه که دای چند روزه جوابای درنگ هات. پاش یک جواب هات هر سه اصحاب الكهف جو خدا قرآن داته سورت کهف انت در باست به خدا وی جواب آنه دا که او اوز القرنین اوجی جوابای دا که او رحشی خدا گو جوان را بیجه امرکیش امر خدای سرکی سر خدای انسان تشتکی نزانه. و یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، ای سرکی سر خدای خدا بخین تر کس کیش نزانه. هر سه جواب هاتن جواب راستن. وزند کن کافر بون مسلمان ناگو دها عناد وان زیده بود، دها نرتی وان زیده بود، دها خواستن ظلمه پیغمبر بکن علیه الصلاة والسلام. شيء آخر، المشركون عملوا شيئا لا يقبل ولكن عملوها. ذهبوا إلى أبا طالب وقالوا يا أبا طالب نعمل مفاوضة أخرى، أنت أعطينا محمد حتى نقتله ونحن نعطيك ابنا من أبنائنا فليكن ابنا لك. خلاص يعني واحد بواحد، نعطيك ولدا وأنت تعطينا محمد، نقتل محمدا وأنت تتبنى هذا الولد هو يكون ابنك. فأبا طالب ضحك عليهم قالوا هل تظنونني معنى الكلمات يعني أنا غبي أنا مجنون، أنا أحافظ على حياة ابنكم وأنتم تقتلون ابني؟ هل هذا مفاوضات؟ يعني هل هذا شيء معقول؟ اذهبوا لن أسلمه إياكم. كافرة تشتكي دي جكر، يعني كافر إنك إنسان جانك شرم ناكن يعني فديتنا بلتنا. هاتنج ابو طالب منزان آپ پیغمبر علیه الصلاة والسلام اختیار مالبات وانش بکردید بجن روسپی مالبات وانه. يقول ابو طالب قولن بازار اكيب تراكم فرمو چيه بازارته؟ قلت محمد بده من بكشن جيب فلتن له ايه قو امش حبكي جنجي خبدن تبرش ترى برا وبلايته تجي محمد بده من بكشن جيب فلتن برا سري تجي نيشه ماشي دايشه. ابو طالب شخان كي بانجي كانيا قويان وشقات تشتكي باش تبجل از الكره و خودی در کفم از ببن بابی وجه لای من بکشن نوسا کافی عدالت ون یا اجدان و تشتیانت کن يعني ون لای من بکشن از لای و خودی بکم و بزوجین و مصرف وای بکم الله لای خلقه گویا تشتکی عدالت منه از لای برای خود تسلیمه و ناکه کافر چون تشتکی دی آنای بکن و محاولت کن که پیغمبر جی بکشن هدی ابو طالب حس کرد که مانات خوازن براستی پیغمبر بکشن. ابو طالب مالبات حکم کرد و آگاهدار محمد بین اوانات خوازن ای بکشن يعني ایجا مالبات ای کافر وان مسلمان وان تف پیغمبر خودی درد کتن جانل کله کاوی تسکن حتی جارنا بشفشی جهه پیغمبر دان گوهرتنه جبون نظامت کده بلکه بشه برون بکشن يعني نیت آن گشت بود درجه کوی بکشن لی هیجاجی صراحة جسارت نتکرن. حصل شيء آخر نحن نسميه الحصار. الحصار هو أن تضيق الخناق على أحد الأطراف وتمنعه من الأكل ومن الشرب ومن التجار، اسمه الحصار. وهذا الحصار موجود من الأول إلى الآن. كذلك نحن نرى اليوم شعوب قبائل عشائر دول مجموعات من الناس عليهم حصار، قد يكون حقا وقد يكون باطلا ولكن لم نرى حصارا حقا. يعني دائما الحصار من قبل الأقوياء على المظلومين والمضطهدين. أهل قريش حينما رأوا بأن بني هاشم لا يسلمون محمدا إليهم رسول صلى الله عليه وسلم قالوا نجبرهم اقتصاديا على أن يسلموا. ماذا ستفعلوا؟ قالوا نحن نجتمع
ونكتب ورقة إعلان نمنع التجارة والزواج والأخذ والشراء منهم. وليس فقط أهل مكة، كل من أتى إلى مكة للتجارة كذلك سنجبرهم على أن يرفضوا التجارة معهم. إذا قالوا نبيع نحن سنرفع السعر حتى أحد لا يشتري. فبدأ الحصار واستمر الحصار 3 سنوات. سنتكلم قليلا عن الحصار إن شاء الله بعد قليل. تشتكي دني كافر دست بكر نهرتن پیغمبر تسلیم ناکه، خبردانجی کافر بسر ناکهن گو امی تشتکی دیب کن. حصار عربی کردی جرا بین دورپیچ یا جی امبارگو. امبارگو کی دست بکرین. اف امبارگو فکر که شیطانیش بری دهیه. هنک انسان به شکل که رحت دخوازن حوال خو نیار خو اول هم بروان دخوازن مال و آخر کن به مصرف. حصار کد به امبارگو به مصرفه یعنی. تنافروشید نایل کسی که تجارت دگلوان بکه وانش برچینه تسلیم دبه نان تنه آف تنه خارن تنه پرد تنه درمان تنه تشتکی تنه حصار اف معنوی نایل تجارت هره یعنی ایروجی اف حصار اف امبارگو ایروج های یعنی ظالم لسر مظلومات کن یعنی حصار که بحقت چه نبی هر دم ظالم اف خودی قوت لسر فقیر لسر بندستا وی نخوشی نهانه وی سلاح یعنی بتخبتینن دبی ام قبول نکن کسی که تشکی بفروشه وان تام گره و ناس تینجی و ندن وانجی یعنی پریت هبش تنکاری تشتکی بسینه دبی کی بدوانجی نیاره میه یعنی تویا نادیه که تمام ایک بده ام ویجی قبول نکن ور حاصل دورا وان زفت کن اواناجی قراره کی دان گمادان وانا محمد تسلیم مناکن امی قراره کی بدن ام نایلن تی انسانه کی تشتکی بفروشه تشتکی بسینه قیزکی بدوان قیزکی جوان بستینه ام توکی که قبول نکن ورقه کی کاغده کی نفساندن و ای کاغده آنج آویت نندره کعبه خلاص گره کس کی تشتکی بانا را نده و نستینه اف ظلمانه تقریبا 3 ساله دوام کرد 3 سال وی ظلمانه دوام کردن امیانا چند دقیقه بشکی بحثا وی ظلمان جی بکن طبعا 3 سنوات قالوا البيع والشراء ممنوع ولكن هناك خطة علينا أن نعلم. أبا طالب أدرك بأن أيام صعبة ينتظرهم جمع أقاربه مسلميهم وكافرهم قالوا علينا أن نتوحد وأن نكون يدا واحدا الذي يحب أن يخرج فليخرج ولكن علينا أن نحافظ على بعضنا وندافع. خرجوا من مكة إلى وادي بجنب مكة وبقوا هناك 3 سنوات وزعوا فيما بينهم كل ما يملكون فقالوا ربما بهذه الأمر نستطيع أن نقضي الأيام لنرى ماذا يفعل الله عز وجل بنا وبهم. ومنعوا الناس من البيع ومن الشراء وإذا أراد أحد أن يبيع قالوا عليك أن أو نحن نشتري منك بأسعار غالية جدا إذا كان سعره 100 قالوا ب1000 نشتري فضيقوا عليهم الخناق. هناك أشخاص من أهل مكة لهم صلة مع الرسول أو مع بني هاشم كانوا يرسلون إليهم طعام خفية ولكن هذا لا يكفي عدد كبير ومنعوه من الأخذ ومن البيع ومن التجارة ومن الشراء فأمور صعبة جدا. هم كانوا يقولوا أحيانا كنا نأكل الجلود يذهب حتى يبول كما نعلم فيشعرون بأن البول يأتي على شيء يرون بأنه جلد يغسلون وبعد ذلك يطبخون وحتى يأكلوا الأوراق وأمور غير ذلك ومات أولادهم وتعذبوا كثيرا بسبب هذا الظلم الذي لا يقبله أحد. أبي امبارگو هانه جا دوام کرد 3 ساله امبارگو دوام کرد. بنی هاشم یعنی عائله پیغمبر او جیب انسان با عقل بون فهم وان هبو فراست وان هبو گو والله چاره کی تنه گرم درمان کیش خو بدینه درمان چیه گو ام جمکه در کevin لکلا کام مکه تدی مکه یک چونه دیتنه مکه تف چیانه نه والن چیانه یعنی تدا کلا کام مکه وی وقتی وکانج مازن نبو تویدا ساکنین گو ام تف ده کوم ببن کافر وان و مسلمان وان به هبره منان و افچه هبن به هبره له بلا بکن دما کو ام لمکه بن هر اكيد مالك ده بلكي امش كنترولك در كevin فقد فراد به ام تف کلا کهبن ام تف هبره برسیبن یا به هبره تیربن خوارنه کی هات املتوا بلاکن دما کنوا مالا دا به یکی ندینه بلکه شیطانی کی ته کونا بروان اوان اقربای پیغمبر بس ماموی آموی لای آمی یعنی فالله مسلمان تف جامعه 3 ساله لپیغمبر خودی در کتن 3 ساله پیغمبر محافظه کرن
هر تش هات سریوان برچیمان نانت نبو زاروک یوان دگریان زاروک یوان دمرن حتی یعنی ظلمانه پر ظلمه کدره جم کرتای جوارات بیشن دبیشن جانا کو ظلام بچن اشخا میز بکرانا تا دی آوا میزات ظلامات خارد آب میزا خود کن حس کرن و میزوان سرتش تکیکتیه یعنی دزانه آوا کیتی خار لو کاد کبل آخید کبل کبرت کبل بلیه تماشاد کرن تعریتی بون اوای چرم جلدکی حیوانه اوی جلده هاند آنید شوشتن ودکرن آوا آوید کلاند بلکی پیشکی بینا گوه جوره گوشت بشکل که آنه بخون او خاصا که ظلمات بو سریوان گیات خوارن پلات خوارن یعنی ظلم کم مزن ها سریوان فقط اوان انسان هاند 20 سال هاند دا دست خدا بود دست هف آلیکاری هفت کرن خواردن اکی جوان رباط الهف بلاد کرن ندگو بر اویا مازنه بخو اویا بچوکت تشتکنا به اویا زنگینه نا امیتا به هفرا بلا بکن دسری دا جی ابو طالب انسان اکی وها توا بلاد کر یعنی بلاد کرد گو برا یک جیکی برچیتر نبه یک تر نبه یک اوان نبه بی شکل هانه خوارنا خو له بلاد کرن آلیکاری هفت کرن او کسی که آلیکاری اوان جی بکه تنبو چند حب انسان فقیر هبون چند حب انسان اقربا وان هبون آلیکاری اوان کرن خوارنه ددان وان وانا راد بون بشکل کی خو ادارت کرن او جماره که هندک دزیکا هنکی صحابیه بیتش مثلا وک ابو بکر وک عمر ابي كن نج عائله پیغمبرن اقربای وان دورن اوانه ایجارنا بشب دزیکا اذن يعني فرصتك بقى فارتانا بيجن كيلو كي جانن بونا بشكي خرمه كي بونا تشتكي زيكا جوانا تشاندن لو رن يرتي كان مازن بو وان انسان هانه بني هاشم پر ظلم كان مازن جبونه پیغمبر ديتن كافر وانش اگرش گرمش بير بانكن د درس ما هاتي دا اف ظلامتي وان اف فداكاريا كو عائله پیغمبر كر پیغمبرش بير بانكر بیرا پیغمبر دا و جانا تشتید بو دگو چاوی خو جانا جوانا بگرن وانا پر ظلم کامازن جبونه من هاتیه سریوان دیگل کافر بونجی جامعه غیرت کوانه بو عائله ند فروتن یعنی وک انا نبون انا برای خود فروشه بسمام خود فروشه گندی خود فروشه فقط وانا دیگل کو کافر و مسلمان بونجی دگو محمد اقربای ما عائله ما ام از نادن یک ظلمه لبکه وی وقتی ده غیرتک هبولو بشکی ظلامتی هبو انا مع الاسف برای خود فروشه برای خود کشتن جوانه پرب که جباوی فقط ایوه مکه وی عائله هانه ام بجن بنی هاشم عائله هاشم اسمام پیغمبر آموی اوان انسان میربون یک فتن نظلام در کجوان او کی بوزانن ابو لهب او تن نمیر بو یعنی او تن انسان کی رذیل و رسوا بو و اكيد جامره کافر وان مسلمانان تب لپیغمبر خودی درکتن علیه الصلاه والسلام. طبعا خلال هذه السنوات الظالمه بنو هاشم تعذبوا كثيرا والرسول لم ينسى هذا الشيء. في الأيام القادمة إن شاء الله حينما نتكلم سنرى بأن الرسول دائما كان يذكر إحسانهم. في حرب بدر الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول للصحابة لا تنسوا ما فعلوه من أجلي وأمور مثل هذا، ولم يكن هناك من يقوم بدعمهم إلا عدد قليل جدا لهم صلة مع بني هاشم ويعملون هذا خفية. ولكن حصل شيء، بدأ الرسول والمسلمون وكذلك بنو هاشم يعظم مكانتهم في أعين العرب سمعوا بأن هؤلاء يحافظون على أحد أبنائهم ويتعرضون لظلم كثير، ومع ذلك لا يتخلون عن بعضهم. بدأ مكانتهم يعظم، وكذلك مكانة قريش بدأ يهان على الناس يقولوا هؤلاء ظلم، هؤلاء لا احترام لهم. كيف يفعلون هذا بأقاربهم وبني جلدتهم؟ حتى بعضهم كانوا أقارب أبناء عمومة أو خالة أو ابن الخالة هكذا. فالرسول والصحابة وبنو هاشم ازداد مكانتهم، ولكن الأخرى ازدادوا إهانة وعدم احترام بين العرب هكذا تكلموا في حقهم. تشتكي دنيا الشيبو أبيك صبر بكن هردم قيمتنا صبر خدي صبر هردم مكانهم بلنده. دما کو 20 سال در باست بو عرب دورا مکه فلیوان و بسلمانوان چقدر باست بو قیمتا بسلمانا چعب وان دا مازند بو قیمتا صحابیه و قیمتا عائله بني هاشم. دقوتن والله وانا ظلام منها ما شاء الله الهف خدي درتين جبونه پرا اقربای خو عائله خو نافروشن، یعنی دیگه هنکی جوان کافرین کی بسلمان تی ساجی شر کرن مجادله کرن صبر کرن سر برچیبون 3 ساله نانتنا باش بکن دیگه لوی هوای گم قبول نکن اون ظلمه لیکر بسمام مبکن او قسم میربون. یعنی
أو ميرانية وان نافا عربا دا قيمتها يبرزي دا وعربا قو ما شاء الله والله ظلاما يعني جبير فانا كن أبي كظلام ملات قيمتها يتزانه لواندن كافر مكة عرب بخود جارة ديدي تفكرن سر شعبه أنا قو فانا چخا إنسان رزيلن برحمتن مرحمته وانتنا بسمامته لا قو بسمامته لا خالته لا متكاته متك خوش كباب مروه خالت شي خاتيك خوش كديه مروه و او خوساش خود ناترسن و فدي ناكن يعني ووانا برسيشتي و نان نادن وان آوه نادن وان خوارن نادن وان كافر قيمته وان بچوك بو اوه بسلمان اجي و اوه بني هاشم عائله وان قيمته وان مظلم بو ملته قو والله عفر مجوارم چه ظلامن يعني والهف خدي درد كفن يرو خازكا إنك إنسان مجل هف خدي دركتنا يعني بقول تشد ببرابع عيبه ام بري خو جيران خو اولي خو گندي خو ام نافروشن ام قبول ناكن وظلم ونحقي ليبكن ولكن مع الاسف هناك انسان وساكن كيمن. حصل امر اخر بعد ان مضى على الحصار 3 سنوات. الله عز وجل اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بانه ارسل الحشرات على هذه الورقه الذي كتبوا فيها، والحشرات اكلوا كل ما في الكتابه الا كلمه باسمك اللهم. هذا موجود، والباقي الحشرات الدود أكلوا هذه الأوراق، أكلوا الكتابة كلها. فقال الرسول لعمه اذهب وقل لهم الرب عز وجل أرسل على هذه الورقة حشرات وأكلوا منها لم يبقى إلا هذا. وهو كان يعلم بأن الرسول صادق. ذهب إليهم وقال ابن أخي يقول هكذا، ابن أخي يقول الله أرسل على هذه الورقة ولم يبقى فيه إلا كلمة باسمك اللهم. وقال لهم إذا كان ابن أخي صادقا فخلوا سبيلنا، خلاص ارفعوا الحصار، وإذا كان كاذبا سأسلمه إليكم. بينما هو يتكلم مع الرسول مع المشركين حصل أمر آخر سنقول كذلك بعد قليل. تشتكي چيبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم فشتي 3 سال حكمت خوده بلکه هناك بجنه اجماع صالة عول دا نبو خودت خوازه جان هناك صبر او كنو صبر در كبه ميرانيا هنك انسانا وره برچعفا تحمل هنك انسانا و خيانتي هناك انسانا در كبه پشت 3 ساله خدا خبرش پیغمبر خراشان بو هر جوانا خبره کی بیجه خدای من ونزانم کرمک چنه کرمک حیوان بچوچک گو بیجه خدای من حیوان شاندیه سروی کاغده هانه کاغده که نفساندنه کرنه و کیم بجم کاغد نبو جلد بو تشتکی اوان حیوانات نفساندنه تفکی خوارنه فقط کلمه بناوته عرب وقتی قیاس کرد گو بسمیک اللهم بناوته یعنی بناوه خدا وی کلمه ندگوتم بسم الله الرحمن الرحیم بسمیک اللهم گو حیوان یبتنه نخواریه وکی دی تفکی خوارنه نفساندن نمایه ابو طالب جهاد جمارا گو والله بلای برمن و هاد بجه انا گو چوا چیت به گو حیره ورن اگر که راست به در بس ظلم اقصر من راکن و جامع راست خبر دالو امش در کبیم برا ظلم و خلاص به حیره بسوز که محمد دروات که نراست به از ابداسی خود تسلیمه و بکن بگجم چت کن سر بستن ابی آجی درکت في خبردان هانه ده هجا چیت به تشتاكيدني دركت اميانا ويجي بيجن. فقبل ان يأتي ابا طالب او حينما اتى اراد ان يتكلم كان قد حصل قبله بيوم يومين 3 بعض عقلاء من اهل مكة وبعضهم لهم قرابة مع بني هاشم ولكن لديهم انصاف لديهم رحمة في القلب تكلموا فيما بينهم قالوا كيف نقبل بهذا الظلم يكفي 3 سنوات وهؤلاء أقاربنا ابن الأخ وابن الخالة وابن لا أدري ماذا نحن نأكل نشرب نتزوج وهم ممنوعون من كل شيء كيف نقبل بهذا. فقالوا غدا إذن نحن سنذهب إلى المجتمع المدني المكي بجانب كعبة وسنعلم بأننا لا نقبل بهذا الظلم وسنقطع الورقة. وكذلك هم رجل خلف آخر أعلن قال نحن لا نقبل هذا فهذا ظلم نحن سنقوم بقطع هذه الورقة. فأراد أبا جهل أن يقول تكذبون فكانوا عددهم 5 وكلهم له مكان في مكة كلهم قالوا لأبا جهل أنت تكذب ونحن سنقوم بقطع هذه الورقة فإذا كنت رجلا جرب نفسك. فرأى بأنه لا يستطيع أن يعمل ولكن كان ذكيا جدا قال هذا أمر مدبر من القبل هذا شيء حصل اتفاق عليه قبل الآن ليس دفعة واحدة ولكن كلام أبا طالب ومحاولة هؤلاء الرجال كان في وقت واحد فرفعوا الحصار وخرج بنو هاشم مما هم فيه. تشتيك تشيبو
د تاریخ دا هردم هندك انسان خودی اجدان هنه اجدام کردی مزانته به اجدان وی های مرحمت و هی کی ظلام بخودی عقل و انصاف هنه 4-5 حب یک جوان بو سبب چو گریا تماشات کرد کی رحم قلبی ده هي دناوا مکه دا چند حب انسان با عاقل هبون یک چو یک بیک بوانا خبر ده یا گو خودش برازی کاف اویا رحمته یعنی اویا اجدانه گو ام دخون و دخون تجارت کن زوجن جن ما زاروک ما و وانا اقربای من چو ظلم تسریوان ایم چه بکن گو في ورقه بقاتين في قاعدانه بصف ظلمانه اوی کچو دچوش کرا دگو اویا دگو ما ابتنه ما یک دگو از یک دیج بدینم اوی شخصی عول 4 حبادیت او جه 5 ابو 5 حب لهر کس کیش ظلامه کی بقیمته یعنی 5 حبا گو ام صبح مثلا مجن ایرو و ام صبح هرن اواخینو بکن ام صبح هرن ام جملات رابجن اویا ظلمن ویا قبول ناکن ام وی قاعدانه بقاتینن اوانا هاتن اعلان کرن دوی وقت داج ابو طالب هاتبو بر حاصل هر دو دروکی دا چیبون خبردان ابو طالب و خبردان اوان ظلامه کت روجکی به هف راوی ورقه آنین دما اوی عول رابو ابو جهل گفت کی تنکاری بکی یکی دی درکت یکی 5 حب درکتن 5 حب هر کس کیش مازنی عائله کیه شوکنه یعنی 5 حب هر کی باب عائله کی به ابو جهل جی پر عاقل بو عاقله که شیطانی سریده بو تماشا کیر وانا تبعین تشت بجن گو والله ابي عيشي انا محقق و بري خبردان کی کریه ناف خدا ابي و بري خبردان کی کریه لوما و ایرو تبعین تشت بجن گو ما چکر به کریه ام وی ظلم قبول ناکن والله چون آنی ورقه قطاندن پشت 3 ساله پیغمبر صلی الله علیه و سلم تبع عائله خو تبع اقربای خو جو ظلمانه درکتن پشکی بینوان درکت ولكن يجان کی بلای مصیبت دی به بیاوان بون ام وانج درساتی دا بجن ان شاء الله. طبعا بعدما انتهى هذه الحصار الظالمه كان ينتظرهم امرا اخر 3 سنوات في السنه السابعه دخلوا وفي السنه العاشره خرجوا من الحصار ولكن كان ينتظرهم أمور أخرى ربما أصعب من الأول سنتكلم عنه إن شاء الله في الجمعة القادمة بإذن الله تعالى. مصيبتك قد هم صرت في شيوان أو جمع حفتاتي بيجن يعني امتحان مسلمان ناقدة مسلمان أهل إيمان أهل أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم نتقد ياش دردك فلتين دردك ديد هات بيات فلتين يكيد ها قراب ترتهات حتى مصيبتك وهات سريوان مصيبت قد هم مستر بود ها بيجن تديب كرديد بيجن پارو باسكي وان پارو باسكي پیغمبرش کیان یعنی کو خبردان جایز و قصاب مصیبت کا ماستر هات سریوی لی خدا عز وجل دین خو هر تمام تکه دین خدا هر تمام به ولو بشر تبل هم بر دین خدا درکبن خدا ای دین خو کامل بکه هفتاتی که من ان شاء الله می مثلانش بین زمان الا ان نلتقي في الجمعه القادمه ابقوا في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.